قبل كل شي الفيديو طبعا راح يكون كلش طويل وراح تتعبون، بس انصحكم تكملوا للنهاية لان كلش راح تستفادون. هلا جايز، شلونكم؟ شخباركم؟ وياكم زهراء الوائلي من قناة الحلم ليس مستحيل. طبعا راح اعطيكم فد نصايح ما دام احنا على ابواب، يعني راح نخلص على وشك ان احنا نخلص، فراح اعطيكم نصائح كلش راح تفيدكم وان شاء الله تستفادون منها. واذا استفاديتوا منها اريدكم تنشرون الفيديو وتسوون لايك وكومنت واشتراك بالقناة، وأريدكم توصلون إلى أكبر عدد ممكن. وهذا آخر فيديو راح ننشره لأن راح نغلق كل شيء على مود دراستنا. تمام حبايب قلبي؟ شوفوا، انتوا كلكم يعني تخيلوا نفسكم انه انتوا يعني فاشلين. تمام، انه انتوا فاشلين وتخيلوا نفسكم بالصيف ايش راح يصير بيكم. راح الونسة تروح عليكم، الطلعة الموبايل راح تنحرمون منه، متكئبين ضايجين، كل شي عندكم لعبان نفس بلعبان نفس. تخيلوا نفسكم انه انتو بالصفة مالتين، يعني كل شي راح ينحرم من عندكم لسبب انه انت ما قريت عدل وما طلعت معدل او ما حضرت يومي او ما هواي شغلات. تمام، فبهاي اللحظة أريدكم هسه تغمضون عيونكم وتتخيلون نفسكم انه انتو مثلا فاشلين، وليش ما قرينا وليش ما نجحنا ليش احنا هيك سوينا. فأريدكم تتخيلون نفسكم هيجي وفتحوا عيونكم فجأة ورجعوا قولوا لا احنا مو فاشلين، احنا اقوياء، نقدر على هذا الشيء نميله ونعيفه، نقدر احنا نصير اقوياء بهاي. يعني من شنو 3 أشهر 4 ونخلص. فلهذا السبب انا سويت لكم 5 نصائح لكم. اول شيء الخطط ثم الخطط. لازم تخططون الوقت وترتاحون نفسيا، والوقت اهم شيء. الوقت ترتبون نظامكم حياتكم. طبعا انا ما اعرف كل واحد شلون حياته، شلون نظامه، شلون هو يقعد لمتى ينام لمتى يقرأ، ما أعرف، لذلك ما أقدر أسوي لكم وقت محدد. بس سويت لكم وقت واحد اللي هو للونسة أو الهيشي. سويت لكم أهم شيء الرياضة بحياتكم، خلوها رياضة. زين، الرياضة أنا قلتلكم شنو، تقعدون كان دوامكم صباحي أو إن كان دوامكم عصري، تقعدون ساعة بالستة الصبح. حاولوا تدربون نفسكم. هذا بالدوام طبعا، مو بالمراجعة أو هيشي. بالمراجعة لا، يختلف، نسوي جدول غيره. بالدوام حاليا راح نداوم بالستة الصبح. تمام، تقعدون تسوون رياضة. تمام، والرياضة هي مثلا هو شغلاتك الرياضية كتبوها، طلع اليوتيوب وكتبوها، أو أكو برنامج اسمه، إذا ما تضمون التليفون، برنامج مال الهماتين رياضة موجود بالسوق، بلا ينزلوه شوفوا الرياضة اللي سووهن تمارين هنا. طبعا راح تنشطكم الدورة الدموية وتصحصحكم وتخليكم محفزين يوم كامل أو دائما إذا سووها لمدة 3 أيام بالأسبوع. تمام، ويعني واحد إذا يسوي رياضة هيك يعني يرتاح كلش نفسيا يبتعد عن كل شيء، لا حبيب لا زبيب لا هيشي. الرياضة والدراسة هذا أهم شيء بحياتكم، هاي أول شيء. والخطط والدراسة والهيشي انتو سووها، رتبوا وقتكم حسب دوامكم وحسب حياتكم وشلون تاكلون وشلون تطلعون. هاي أول نصيحة. ثاني نصيحة الموبايل، اللي هو الانتقام الأكبر اللي خبل يعني. والموبايل ما أعرف شو أقول لكم، اللي فكرة اللي هي الموبايل انه تنطيه للمامي او البابي. تمام، انطوا المامي او البابي اللي هم الوزارة الداخلية بالبيت والحكومة. زين، انطوه لهم وتذكر انه انت فاشل اذا بقيت عندك التليفون، انه انت فاشل وراح كل ساعة تدخل على برنامج، كل ساعة تدخل على شيء، كل ساعة تدخل على هالشيء. واذا كلش ما تقدر تنطي الموبايل وصدق بدك تقرا عليه، اللي انصحك منه انه تعيف او تمسح كل التطبيقات اللي بالجهاز، تبقي بس اليوتيوب اللي هو انت بدك تقرا عليه. تمام، وكم برنامج مثلا الحين ليس مستحيل شنو سوري، برنامج مثلا يعني ما جداول هالشي اكو بسوق بلاي انا منزلتهم. تمام، نزلوها اذا تقدرون، او اللابتوب اذا عندكم افضل بعد تعرفون التليفون. اوكي. ثاني شغلة الموبايل، يعني انت تخلص سادس وتخلص مراجعة وهاي راح يرجع لك موبايل، تشتري ابو الايفون وابو الهواوي وابو الجالكسي، تشتري افضل تليفون اذا طلعت معدل وفرحت امك وابوك. يعني حتى سيارة يشتروا لك اذا انت صدق طلعت معدل وقدها وقدود. تمام،
هاي أول. وتذكر إنه أنت إذا بقيت عندك التليفون وظليت تدخل منه ومنه لا، إذا تفك التليفون قلت لكم مسحوا كل شيء، وحتى على اليوتيوب مسحوا القنوات مثلا مال الترفيه وهي الشيء وهاي السوالف، بس القنوات تدرسون عليهم. تمام. هاي ثاني نصيحة. ثالث نصيحة، استعمل الهايلايت والفال شكر والفلاش كارد. هسه انا مع الانجليزي يا معودين هاي الورقة هيك الصغيرة القصاصات تستخدموها، عم تكتبون في الملاحظات او الملاحظات او الشغلات يحكيها المدرس او بالمدرسة، او حتى تقدرون مثلا بالامتحان تلخصونها بمواضيع صغيرة هي بالقصاصات الصغار، زين، وتأشروها بالهايلايت، زين تمام. حتى تروحون بالسيارة أو باص أو هيجي تراجعوها وتقدرون تحفظوها، وحتى تتخيلون نفسكم إنه أنتوا أشياء شي حلو أنتوا مثقفين وهي شي، يعني تخيلوا أنا بدي أتخيل هاي، فأنتوا هم ما تتخيلوا. تمام. لخصوا الشغلات اللي تحبوها بهاي المواضيع. ورابع طريقة اللي هي طريقة الحفظ، اللي هي الطريقة الأهم شي بحياتنا، طريقة الحفظ. أول طريقة أنا أقول لكم شلون إنه تحفظون. إذا بقيتوا التليفون عندكم تخلون هيدفون وموبايلكم وتظلون تحجون، تمام، تحجون مثلا الشرح بالقراية أو هي شي، وتظلون تحجون وتحفظون مثلا، وتسجلون صوتكم ومن تطلعون أو تمشون أو هي شي خليه هيدفونات بإذنكم ومراجعوا الشرح. هاي أول طريقة. ثاني طريقة إنه تغني، تسوي التعريف أو السوالف ويش على شكل غناء، مثلا دقوا رقص وهي شي. أيوة أنتوا هيك عراقيين اللي تحفظون أدري بكم، تحفظون وسووا أغاني وهي شي وألف من يمكم صوروا عبد الحليم حافظ. وثالث طريقة إنه تشرحون لنفسكم، اللي هي كلش الطريقة اللي أنا أفتهم عليها، تخلي قدامك دبابة أو لعابات أو هي شي وتشرحون إلهم كأنهم هم طلاب وتشرحون وصوركم وهاي سعودات ومدرس وهي شي. هاي رابع طريقة. الخامس طريقة اللي هي السهر ثم السهر. أنا أنصحكم السهرون، صح ما أكون ناس أقول لكم لا تسهرون وهي شي، بس أنا أنصحكم السهرون عم تتعودون الإنسان يصير على السهر. تمام. واللي يقول ما يقدر أسهر وهي شي، أنا أقول لكم شلون تسهرون. قهوة حليب دائما تشربون، لأن صدق يخلوكم تسهرون وما تنامون وما تحسون بالتعب، وحتى تروحون للدوام هم تشربون عم يصحصحون للدوام. وإذا كلش أنت متعب هاي السهر وما فاد وياك القهوة وما أدري شنو، يا عيني إحنا لازم نعيش، يعني إحنا يسمونا أبطال الليالي البيضاء. يقولون تخلي ملح بعيونك جوا وأنت تسهر، وبهاي الوقت راح ياخذونك المستشفى وراح تتعب وراح تتمرض ويروح عليك كل شيء، فلذلك لا تسووا هاي الطريقة. خامس طريقة واللي هي الأهم، مكان المذاكرة. لا تذاكر يم أصدقائك أو يم صديقاتك، هذيك اشترى شي، هاي اشترى شي، لا هذيك جابت فستان، شفت هذي شلون تحكي، شفت هاي فستان شلون حلو، هاي جابت 100. يا حبيبتي أو يا عزيزي، هاي تدرون شنو، هاي غيبة ونميمة، وطبعا ما راح تفيدكم بأي شي. فأنا أنصحك تدرس وحدك، مكان خالي من أي شي وضوضاء، والموبايل مبتعد عنه وأي شي، بس موبايل من تحتاجه أو اللابتوب تروح تجيبه. أوكي. أنصحك تذاكر يعني شلون أقول لك، بالبيت يوم وزارة الداخلية ويوم الحكومة، وشوفك تقرأ وأهلك هم يعني فرحانين بيك لأن أنت تدرس وتقرأ وهي شيء. أنا أنصحك إنه تقرأ بالبيت، لا تروح يم أصدقائك ولا يم صديقتك، ولازم تاكلين يعني تاكلين، لأن لازم الأكل هو أهم شيء بحياتك. تمام. وشكرا يا رب. باي باي.